من سوالف مشعان الهذال. الرمد مرض يصيب العيون ويمنع الشخص من الشوف لفترة من الوقت، وإن ما تعالج بالشكل الصحيح يمكن يسبب العمى والعياذ بالله. وهذا الفارس والشيخ المعروف مشعان بن مغيلث الهذال المتوفى سنة 1240 للهجرة صابه الرمد، فربطوا عينه بعصابة مثل الضماد هالوقت. وبعد 3 أشهر من هالموضوع جرت غزوة عليهم، تناخى رجال وركبت الفرسان ترد الغارة، وصعب هالموضوع على نفس مشعان وهو الفارس أن يقعد مع النساء في هالوقت، فشال العصابة يبي يحارب، ولكن لما شالها سال الدم من عيونه ولا شاف شيء قدامه، فرجع إلى مجلسه يتحسر ويتمنى لو شارك مع ربعه في رد الغارة، وقال هالقصيدة يوصف حالته ويتوعد باللي بيسويه بعد الشفاء. يا رب عجل بالنظر والعوافي، وافرج العين قد تدانى نظرها. 90 ليلة ما تهنيت غافي، كنا الحماط بموق عيني جمرها. و15 ليلة جرالي إهفافي، أزريت أميز شمسها من قمرها. يحضب من قام عدل وقافي، يمشي بريضان تخالف زهرها. صاح الصياح وقيل ما من عوافي، وقامت ترادى سابقي من سكرها. وقعدت أنا مع لابسات الغدافي، كما جرالي ساعة في ظهرها. أنا لحقت الخيل جاها خفافي، يفرح بي اللي يرتجيني بثرها. لا ذل عشاق البنية الهوافي، أقفى وخلى عورته ما سترها. أردها والخيل راحت مقافي، كم شيخ دوم النطرحة في نحرها. لعيون مجلية 8 رهافي، انفك مظهور القفا في نظرها. يا خيلنا يا ما وطت من ثيافي، تاطى على كدوح ناعم شجرها. وردتها حوض من الموت صافي، ورويت أنا عود القنا من حمرها. قول بلا فعلا علينا يشافي، يعطي لسانه لسنة من ذكرها. إن كنت أبو مشهور واحسب سنافي، أني لو ورد سابقي في نحرها.